بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، بيحب العلاقات الاجتماعية وبيحب التعامل مع الآخرين. والله عز وجل خلقنا شعوبا وقبائل. ليه؟ لنتعارف، يكون ما بيننا تعارف، ما بيننا تعامل، ونقدر نقيم علاقات اجتماعية مع بعضنا البعض. الحقيقة الإنسان اللي بيكون عنده علاقات اجتماعية كتير ده بيكون ليها مردود إيجابي جدا عليه وعلى صحته النفسية، بترفع من ثقته بنفسه، كمان بتغير مفاهيمه وبعض الحاجات اللي بيكون معتقد فيها اعتقادات خاطئة، ولكن لما بيحتك بالآخرين المفاهيم دي بتتغير، بتخلي عنده قدر من السعادة. على خلاف الشخص الوحيد اللي ملوش علاقات اجتماعية خالص، مش بيحتك بحد، ده بيكون له أثر نفسي ومردود سلبي عليه. والحقيقة على الرغم من أهمية العلاقات الاجتماعية ووجودها في حياتنا، إلا إنها في بعض الأوقات بتكون سبب في مشاكل كبيرة لينا. بمعنى إن ممكن يكون عندي علاقات اجتماعية واسعة، ولكن الآخرين اللي أنا ليا علاقة بيهم بيحبوا يتدخلوا في حياتي جدا ويعرفوا تفاصيل حياتي، ولما يعرفوها يبدأوا يتكلموا عني وينشروا أخباري، سواء كانت أخبار إيجابية أو أخبار سلبية. ومن هنا الشخص اللي ملوش علاقات اجتماعية واسعة وكبيرة ووحيد يقول أنا عشان كده ما بحبش يكون ليا علاقات مع الناس، أنا بحب أكون في حالي جدا، لأن أنا ما باخدش من العلاقات دي إلا المشاكل الكتير والقيل والقال. احنا النهاردة في حلقتنا، في حلقة قوارير، هنتكلم عن أسس تكوين العلاقات الاجتماعية الصحيحة. وماذا لو دخلت في علاقة اجتماعية وكانت غير صحية وغير صحيحة، ازاي انسحب منها برقي وبهدوء وبطريقة مهذبة، بحيث لا اعمل لنفسي مشاكل ولا اجرح الشخص اللي انا بنسحب من علاقتي معاه. هنعرف كل التفاصيل دي ان شاء الله تعالى مع ضيفتنا الاستاذة خديجة برهان، المستشارة الاسرية والتربوية واللايف كوتش. السلام عليكم استاذة خديجة، واهلا ومرحبا بيكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذة ندى، وحياكم الله جميعا في برنامجك المتميز دائما والموضوعات اهلا التي ومرحبا تلامس حياتنا. بحضرتك. الله يسعدك يا اهلا رب. ومرحبا بحضرتك، شرفتينا ونورتينا كعادة حضرتك. أستاذة خديجة، خلينا نتكلم معاكي ونعرف مع كل المشاهدين قبل ما نشوف كيفية إقامة علاقات اجتماعية صحية وإيه الأسس، نعرف الأول مفهوم ومعنى العلاقة الاجتماعية الصحية. طيب، في البداية إذا حبينا نعرف إيش هو مفهوم العلاقة الاجتماعية الصحيحة، نحن نقول هي علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتفاهم. وطبعا الاحترام المتبادل والثقة والتفاهم يؤدي إلى أنه إحنا نقدم لبعضنا البعض الخدمات، أو نسميه نحن الدعم الاجتماعي، يعني بين كل الأطراف، يعني في أحد بياخذ والثاني بيعطي وهكذا يعني. وطبعا العلاقة الصحية الاجتماعية تحترم خصوصية الشخص وتحترم احتياجات الفرد، يعني في هذه العلاقة إيش اللي يحتاجه إيش اللي ما يحتاجه، حتى تسمح له أنه يتطور وينضج ويعني يكون أفضل مما كان عليه من خلال تواجده في هذه العلاقة. طبعا المفروض أنه في العلاقة الاجتماعية الصحيحة الإنسان ما بيشعر بالضغط الاجتماعي، أو أنه يتم استغلاله لأي جانب من الجوانب أو بأي شكل من الأشكال، لأنه المفروض أنه هي بيئة اجتماعية تساعد الشخص أنه يكون إيش في أحسن أحواله وفي أفضل مستوى شخصي واجتماعي مع الناس في علاقته وتعامله معهم. فبهذا الشكل نحن نقول هذه العلاقة الاجتماعية هي علاقة صحية أو صحيحة. تمام جدا. طيب، سؤال يا أستاذة خديجة بيطرح من عدد من الناس ليس بالقليل، وهو هل بالضرورة يكون عندي علاقات اجتماعية سواء كانت كتيرة أو قليلة؟ أنا شخص بحب الهدوء وما بحبش العلاقات دي، لأن العلاقات الاجتماعية سواء كانت صحية أو غير صحية برضو بيجي منها مشاكل وقيل وقال، فأنا عايزة أبقى في حالي. هل لازم يكون لنا علاقات؟
أول شيء لازم ندرك إنه كل فرد له احتياجات نفسية واجتماعية خاصة، كل واحد عنده ميول ورغبات واتجاهات معينة في هذا الجانب. ففي ناس مثلا يعني يحبوا الحياة الاجتماعية الكبيرة جدا وتكوين العلاقات، هذا يساعدهم إن هم يتطوروا ويكونوا في بيئة صحية أكثر. في ناس ثانية لا، ما بتحب العلاقات الاجتماعية أو تكوين علاقات كبيرة جدا، ممكن يكتفي بشخص أو بشخصين يعني فقط يعني، فما بيتوسع في هذه العلاقة الاجتماعية. وفي ناس لا، تحب إنها تكون لوحدها، ما عندها أي مشكلة، منسجمة مع نفسها وعارفة احتياجاتها وعارفة كيف تعيش في هذا المجتمع. فهي مسألة ترجع لاحتياجات الفرد. لكن مع الأسف الشديد نحن إيش بنقول دائما؟ لا، لازم أنت تكون إنسان اجتماعي. لا، مو كل الناس ما يصلح لها الحياة الاجتماعية. أيوة. ليش؟ لأنه الحياة الاجتماعية لها متطلبات خاصة فيها. فهل كل فرد قادر على تلبية هذه المتطلبات؟ هل كل شخص عنده استعداد لتلبية هذه المتطلبات؟ لازم نلاحظ هذه الفروق الفردية ونعمل على أساسها. فبالتالي مش بالضرورة أنه إحنا نقول لازم الإنسان يكون عنده حياة اجتماعية أو علاقات اجتماعية مع الناس، المسألة تفضيلية أكثر. تمام. طيب خلينا نتكلم عن نمطين من الناس. النمط الأول حضرتك ذكرتي ده في خضام كلامك، ولكن هنتكلم فيه بشكل تفصيلي. النمط الأول من الناس اللي هو طبيعته طبيعة اجتماعية، يعني بيعمل علاقات اجتماعية كتير مع الجيران والصحاب، ولو قابل أي حد أصلا في المواصلات مثلا الطريق طويل يفتح كلام ويتعرف وياخد الأرقام، وهو اجتماعي وعلاقاته واسعة وبيقدر يكبر العلاقات دي يوم عن يوم. النمط التاني النمط اللي هو ما بيحبش العلاقات الاجتماعية ودايما في حاله، وحتى لو حد جه اتقرب منه علشان يقيم معاه علاقة عادية سواء زمالة جيرة ده الباب في الباب، هو بيبقى رافض، ولو اتكلم بيبقى يعني على مضض. ايه الفرق والاختلاف ما بين النمطين دول؟ طيب، بعض الأشخاص هم بطبيعتهم اجتماعيين، يعني يميلوا أنهم يشاركوا الناس حياتهم وتفاصيل حياتهم بسرعة، يعني تلاقيهم يكونوا علاقات اجتماعية في أي مكان، أينما تضعينه ما شاء الله يتعرف لك على الشارع كله يعني. أيوة بالظبط. وهذول الناس يعني يشعر بالسعادة في هذه الأجواء. لكن هل هذا السلوك صحيح أو هل التصرفات صحيحة؟ حنقول لا، لأنه هذا النمط من الناس لما تلاقيه ما بيتعرف تعرف سطحي ووضع الحدود ومحافظة على خصوصيته وخصوصية الآخرين، إنما هو بيتعدى على خصوصية الآخرين وبيسمح للآخرين أنهم يتعدوا على خصوصيته وحدوده، فبالتالي بيتعرض لمشاكل مع هذول الناس. يعني ممكن يتعرض لمشاكل زي الاستغلال مثلا، أو إنه يتعرض للانتقاد أو للتنمر بهذا الشكل، لأنه جعل كل شيء مفتوح أمام الناس. فهذول الناس احنا دائما بنقول هذول أكثر ناس عندهم مشاكل في الحياة، ومع الأسف الشديد بيصابوا بصدمات متتالية إلى أن يصبح عندهم قرار وقناعة أنه الناس كلهم سيئين والناس كلهم شريرين وأنه الناس ما فيها خير، ويصير في تعميم طبعا. وهذا خطأ، هو الخطأ من عند الشخص هذا. أنت ما حطيت ضوابط لأنك تكون العلاقات الاجتماعية، وبعدين لما تكون علاقات اجتماعية مو هو صحيح أبدا أنك تحطها كلها في نفس المستوى من الأهمية. يعني اليوم أنا في محطة المواصلات أتعرف على كل الناس، أضعهم في مستوى الناس اللي أعرفهم من 10 سنين مثلا، خطأ يعني، عرفتي؟ فالناس ما هي مدركة أنه لا، أنت تقدر تكون اجتماعي لكن مش في نفس المستوى وليس بنفس الطريقة وليس بنفس الأسلوب إذا أنت حاب الحياة الاجتماعية، لأنه هي المسألة هي تراكمية. عشان نقول اليوم علاقة اجتماعية هي علاقة تراكمية وليست مؤقتة وسريعة وتيجي في أي مكان وفي أي محطة وفي أي ظرف، لا ما هي كذا أبدا. لأنه يجمعنا المفروض الخبرات والتجارب والمواقف والأشياء كثيرة جدا تجمعنا عشان اليوم أقول هذه علاقة اجتماعية. عشان كذا بنلاقي الفئات الثانية من الناس اللي بيكون الباب في الباب بيقول لك لا ما أبغى. ليش؟ لأنه ده بقى النمط الثاني. النمط الثاني بيخاف. ليش؟ لأنه بيشعر إنه في انتهاك لخصوصيته، لأنه هو ده المجتمع كذا، هو المجتمع فضولي، المجتمع يحب يعرف كل شيء، فبيشعر إنه مساحته الخاصة يتم انتهاكها وعدم احترامها. فمن بدري بيقول إيش؟ ما أبغى أكلم أحد، ما أبغى أسلم على أحد، ما أبغى أحد يعرفني. وهو يكون أصلا اجتماعي، لكن الحتة هذه أو القطعة هذه أو المنطقة هذه بالنسبة له جدا مهمة في إحساسه بالأمان الاجتماعي مع الناس، فيخاف عليها، فبيقرر إيش؟ أنا ما أبغى أكون علاقات اجتماعية مع الناس وخلاص، وأبقى في حالي وأعمل لنفسي يعني مساحة لوحدي ما أحبش حد يتخطاها. طيب نعم. دايما في العلاقات يا أستاذة خديجة بنسمع
انه دايما يتقال لازم تعمل حدود في علاقاتك بكل الناس، مش الغرب بس، لا القرب كمان. ما هي الحدود اللي المفروض ان احنا نحطها في علاقتنا مع الاخرين سواء كانوا قريبين مننا او بعيد عننا؟ وكلمة حدود دي مش كلمة كبيرة قوي في علاقة اجتماعية ممكن تكون يعني هتبوظها. طيب احنا اليوم نقول لفظ حدود، وهذا المفهوم موجود في الإسلام يعني. طيب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. معناها هنا الحد تبعك، شيء ما يخصك لا تتدخل، لا تسأل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. فمسألة الحدود دي من أصل المفاهيم الإسلامية الموجودة اليوم. فاليوم عشان أنا أبني علاقة اجتماعية صحيحة أحتاج جدا أن أنا أضع هذه الحدود. واليوم لما نقول كيف ممكن نضع هذه الحدود وهل هي بالفعل شيء كبير جدا، لا بالعكس، هو أبسط شيء وهو اللي بيحافظ على استمرار هذه العلاقة. أنا اليوم العلاقة أبغاها تستمر وقت طويل جدا، فكيف أبغى أخليها تستمر إذا لم أضع لها ضوابط وحدود معينة؟ مثلا من ضمن الأشياء مثلا أو الشيء الأساسي في العلاقة إنه مسألة الاحترام المتبادل، التعامل مع الآخرين باحترام وأتوقع منهم نفس الشيء. طيب أنا إيش أستفيد من الاحترام المتبادل؟ أن أنا بحفظ أول شيء قلبي وبحفظ هذه العلاقة من سوء الظن ومن التأويل السيء ومن التصادمات التي قد تحدث نتيجة سوء الفهم أو سوء التصرفات. فبالتالي الاحترام مطلوب سواء كان بين الكبير ولا الصغير. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش ليس منا من لم يوقر كبيرنا من لم يوقر ويرحم صغيرنا. طب هذا أساس في العلاقة، يعني أنا أتعامل كيف معه. طيب كمان عندنا من الأشياء المهمة جدا في العلاقة اللي هي وضع الحدود. قلنا يعني بين ما هو مقبول ومسموح وبين ما هو غير مقبول وغير مسموح. هذا هو معنى الحدود، أنا أسمح بإيش وما أسمح بإيش. في الإسلام موجود هذا الأدب حتى يحافظ على العلاقات الاجتماعية. شوفي في داخل العائلة يعني أعطى آداب للاستئذان. يعني في سورة أعتقد سورة النور إنه هو ليستأذنكم. لما قال إيش معنى طب الاستئذان؟ معنى إحنا في بيت واحد، لا ما عندك أنت استئذان قبل الظهر وبعد صلاة العشاء وفي الفجر ليش؟ طيب يحافظ على شكل العلاقة لأنه في نتائج. أنا اليوم لما ولو غريب قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لو أنت رايح في وقت مش مناسب وبدون ما تخبر الناس لو قيل لكم. بس النقطة دي طبعا في ناس بتزعل منها وبتتضايق، ولكن هو قول الله سبحانه وتعالى وشرع الله سبحانه وتعالى. نعم يعني طب ليش هو لو الإنسان سأل نفسه ليش؟ عشان لا تقع عينك ولا تيجي في نفسية شخص الآن ما هو مستعد يستقبلك. لو استقبلك بطريقة هو حالة نفسية سيئة أنت حتأوله تأويل سيء. طيب إن بعض أو وضع بيته غير مهيئ لاستقبالك، وبعد كده لا قدر الله يعني البعض بيطلع يتكلم ده أنا شفت في بيتها كذا، ده مش مرتبة، ده مش منظمة، والكلام اللي حضرتك عارفاه. هذا كمان هذا في مستوى ثاني. بس خليكي انت اتركي البيت. يعني لو صاحب البيت كان مثلا مريض ولا متوعك ولا في حاله نفسيه ما يستقبل في هذا الشخص، وجاب هذا الشخص وقرأ عليه الباب وخلاص ما قال له ارجع، يعني ما اقدر استقبلك معلش الوضع غير مناسب او ما يسمح الوقت او اي شيء. ليش؟ لانه عشان يحافظ على العلاقه. فهنا اذا هذه الحدود مهمه جدا. وهذا من المفاهيم اللي مع الأسف الشديد اليوم نحن تعبانين جدا في علاقتنا الاجتماعية لأنه نحن لا نطبق هذه المفاهيم. إذا وضع الحدود مهم جدا. بعدين في شيء مهم جدا اللي هو الوضوح والصراحة في العلاقة. إيش معنى تحدث بصراحة ووضوح؟ معناها أني أنا أعرف الشخص اللي أمامي ماذا أحب وكيف أحب العلاقة دي تكون ولأي مستوى توصل وتوقعاتي منها. خلاص ما خليه هو يفترض ويبني خيالات على شيء مثلا ممكن يصير ممكن ما يصير في العلاقة. خلاص احنا نعرف بعض اليوم، احنا صديقات. كلمة صديقات كلمة كبيرة، معناها انا بتوقع منك شيء انت بتتوقع مني شيء، ويكون ممكن ما احنا ما وصلنا اساسا لمستوى الصداقة. ممكن يكون التعارف البسيط، ممكن الزمالة، ممكن يكون اي شيء. فهنا انا لازم اتكلم بشكل واضح وصريح. طبعا اهم شيء من الحق الذي يقال هو الاسلوب الذي يقال به هذا الحق. يعني فاسلوب اللي يوعي الشخص ويخليه يعرف ويفهم، هذا حيساعد نحن نكون في علاقة اجتماعية صحيحة. كمان مهم أني أنا في العلاقة الاجتماعية الصحيحة أو الصحية أني أنا أتوقع الدعم كما أقدمه للآخرين، وهذا لازم يكون موجود. لكن إذا شفت أنا بقدم ومن 3 تقديم و3 دعم، بشوف الطرف الآخر ما بيقدم شيء، لازم أدرك الآن أنه العلاقة دي ما هي متزنة، وحناخد في اتجاه ثاني حنؤدي إلى استغلالي وبالتالي فقدان ثقتي بنفسي
وفقدان ثقتي بالآخرين، فالنتائج صعبة جدا. فدي طيب. أشياء مهمة حضرتك قلتي على نقطة الشكل الاستغلالي، وهنا في مقولة دايما بنسمعها شوية بتقول إن وقت المصالح الناس بتتصالح. كتير من الناس لما حد بيجي يتكلم معاها وهو مثلا علاقته ما كانتش بيه قد كده او ما بيكلموش بقاله مدة، يقولك بس كلمتني عشان مصلحتها، كلمتني علشان عايزة حاجة. هل العلاقات اللي ما بتكونش قائمة غير لما بيكون احد الطرفين عنده مصلحة من الطرف الاخر، دي نقدر نقول عليها علاقة غير صحية؟ والله شوفي، في مفهوم في الإسلام، يعني السلف الصالح إيش كان يقول؟ الحمد لله هذه إيش مصالح الناس، أو فيما معنى أقوالهم مصالح الناس وحاجات الناس ساقها الله إلينا. طيب، ففيها أجر كبير جدا. عشان كده قلنا إحنا العلاقة الصحية هي تحتمل هذا الشيء. ما في مشكلة إنه يكون اليوم إذا احتاجك شخص أو احتاجني شخص إنه يأتي إلي، مش بالضرورة، لأنه أنا لازم أتوقع الآن إنه العلاقة دي في ذا المستوى هي قائمة على كده، فبالتالي هل أقبلها ولا أرفضها؟ هنا هو يجي السؤال. هل أنا محتاجة لهذا الشخص بهذا الشكل، ولا أنا أساسا يعني مستغنية، أنا إنما أريد فقط علاقة اجتماعية لكن أنا ما أحتاج منه شيء أساسا؟ فبالتالي هنا يأتي الشخص يسأل نفسه هل أقبل هذا الشيء ولا لا. المصالح تتصالح لأنه الناس لها حاجات اجتماعية وحاجات نفسية تحتاج، يعني احتياج نفسي. أحتاج اليوم أشعر إنه في فلان يوقف يعني ورا ظهري يساندني. أحتاج هذا الشخص في حياتي إنه بسبب وقفته هذه إن أنا أستجمع نفسي وأستجمع ثقتي بنفسي. فهنا ما حنقول إنه هو شيء سيء، بالعكس، الذكاء هو أنا كيف أنظر لهذا الاحتياج وكيف أتعامل معه وكيف أستغله استغلال جيد لتوثيق هذه العلاقة وأخذها في منحى آخر. في النهاية العلاقات الاجتماعية الله سبحانه وتعالى حيسأل الإنسان عن كل شخص. طيب، فأنا الهدف اللي في تكوين العلاقة الاجتماعية هو الذي يحددني ويقيم سلوكي وردة فعلي في الحياة. إذا كان العلاقة دي مصلحية الدنيا فقط، أكيد طبعا هقول لا، ليش؟ عشان مصلحته وما مصلحته أو إله. لكن إذا كان الهدف منها أن أنا أتخذها سبيل إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، طيب، معناها أن أنا حغض الطرف عن الهفوات هذه وحنظر لها نظرة إيجابية وأستفيد من هذه العلاقة وأطورها وأخذها في مستوى آخر. لأنه في البداية ممكن الناس تدخل على أساس المصالح، لكن مع التجذر والتعمق في هذه العلاقة ممكن الناس تغير. طيب، وتنظر لك من خلال مش المصالح، بتقول مواقفها معايا، حتى اللفظ بيتغير، مواقفها دائما معايا جميلة جدا ورائعة جدا. فهنا عمري ما قصدتها في حاجة وخذلتني، عمري ما طلبت منها، كنت في موقف محتاج مساعدة وما ساعدتنيش. يعني دي كمان بتحسب للشخص. طبعا احنا في العلاقة نحتاج نحن نبني ثقة. طب كيف حبني الثقة؟ إلا من خلال المواقف والمصالح. والله ما خذلتني، دائما معايا، دائما تقول لي، دائما هي أهل للثقة. حتى لو ما نجحت دي العلاقة، لكن سهم الشخص المضحي أو الذي قدم في دي العلاقة سهمه عالي، حتى سمعته جميلة. بس جدا. على الجانب الآخر يا أستاذة خديجة، في بعض الناس الاستغلالية واللي ممكن ترهقك معاها كتير جدا. انت قدمت لها بدل الخدمة 2 و3 و4، وهي ما زالت كل ما تكلمك ما تطلب منك إلا خدمات. حتى مثلا ما فيش ازيك عاملة ايه وازاي الأولاد، بتدخل بشكل مباشر على الخدمة أو الطلب اللي هي عايزاه. وده يخلينا نسأل حضرتك سؤال مهم جدا: ما هي الأسس الصحيحة لبناء علاقات اجتماعية صحية؟ تمام. أهم أساس أني أنا أعرف الحدود والحقوق عشان لا يتم استغلالي. إذا أنا عرفت الشخص حدوده وحدود العلاقة دي فين، خلاص ما حيتم استغلالي ولا تسألني ولا تطلب مني ولا شيء. ولازم معناها الحدود إيش هو؟ أني أنا أكون منتبهة. إذا هذه الإنسانة ما بتتصل إلا عشان مصالحها، إذا مرتين ثالث مرة يجب أن أنتقل للمستوى الثاني اللي هو قلنا عليه الصدق والوضوح في العلاقة. لازم أتكلم معها بشكل واضح وصريح، ما استحي منها ولا أخاف ولا أخجل. يعني أبين لها أنه يا فلانة أنت ما شاء الله تتصلي، وكل ما اتصلتي لك حاجة ولك كذا، كأنك بس حقت مصالحه ولا كذا. يعني عرفها الشكل كيف هو. هنا ممكن هي ما هي منتبهة، يمكن هي منتبهة. في كلا الحالتين أنا مستفيدة أن أنا قاعدة أبين لها أني أنا مو هذا اللي أبغاه في العلاقة، ولا أتوقع أنه لازم نستمر بهذا الشيء. ونرجع بعدين للأساس الأهم اللي هو الاحترام. اليوم أنا بحترمك، بقدرك،
طيب وبثق فيكي، بتوقع منك نفس التقدير والاحترام. فمن احترامي من احترامك لي انه لا تستخدميني ولا تستغليني، لاني هذا اللي بتوقعه. فاذا اسس تكوين العلاقه، اول شيء اعرف حدودي وحقوقي، واعرف حدود الشخص وحقوقه، واعرفه واتكلم معاه بالصراحه، واكون جدا واضحه في توقعاتي من هذه العلاقه، وكيف انا بنظر لها، وكيف انا حقدم فيها. اذا هي مستعده تقدم اهلا وسهلا، ما هي مستعده، ما اقدر، ما هي هذه توقعاتي، معناها هذا فراق بيني وبينك. تمام جدا. اخيرا، لو انا في علاقه غير صحيه، علاقه اجتماعيه بتعمل لي مشاكل، بتتكلم عني على طول مصالح، يعني علاقه انا مش مرتاح فيها اجتماعيا على الاطلاق، ازاي انسحب بشكل راقي ومهذب وفي نفس الوقت من غير ما اجرحه ومن غير ما اعمل لنفسي مشاكل؟ طيب، عندنا أكثر من طريقة للتراجع هذا أو الانسحاب من العلاقة. أول شيء، إذا أنا ماني مرتاحة في دي العلاقة، عندنا أول شيء نحن أبين، أو التواصل المباشر مع الشخص، أني أنا أبين له وأتكلم معه بشكل واضح جدا عما يزعجني وما يؤرقني وما يضايقني. ليش؟ حتى أتأكد أنه هو فاهم وعارف، يعني ما على طول أسحب نفسي وكل واحد يجلس يفكر إيش صار، ما صار شيء، ما عملت لهاش حاجة، هي انسحبت ليه كده، ما بتردش عليا ليه، بتفضل بقى كده. أيوه. فأنا أول شيء التواصل المباشر، وأعرف الشخص هذا إيش المشكلة وإيش الأشياء وإلى آخره، كل شيء يكون واضح تماما معه، وأسمع وأعطي. هذا المرحلة الأولى. إذا والله مشيت الأمور بالمرحلة الأولى وتم إصلاح هذه العلاقة الاجتماعية، خير وبركة. ما صار، نبدأ نضع حدود جديدة. طيب، إعادة تقييم العلاقة، يعني لازم أعيد تقييم العلاقة هذه، إيش ما تكون شكل العلاقة دي، أعيد تقييمها. طيب، وأقيم من كل جوانب، هل هي مريحة لي، هل أنا أشعر بالأمان فيها، هل ثقتي بنفسي تزعزعت ولا أنا أفضل، هل طورتني دي العلاقة، أضافت لي شيء ولا ما أضافت لي شيء، هل أنا منسجم في العلاقة ولا لا. كل شيء أعيد تقييمها، وبناء على إعادة التقييم أبدأ أضع الحدود الجديدة. طيب، مشي الحال كذا، خير وبركة. ما مشي الحال، ننتقل التراجع التدريجي. إيش معناها؟ إذا استمرت هذه المشاكل ومع الكلام الكثير مع وضع الحدود الجديدة استمرت، ما تغير شيء في الوضع هذا كله، أسوي انسحاب تكتيكي زي ما نقول نحن، يعني نضع مسافة أمان في هذه العلاقة. يعني التباعد في اللقاءات، التباعد في الاتصالات، التباعد الكثير قليل. أول شيء شوية يعني مستوى متوسط، بعدين أعلى شوية، بعدين شوية يعني يصير في المناسبات، وهكذا. انسحاب تدريجي من الحياة في هذه العلاقة. آخر شيء حنوصله طبعا، إذا كذا مشي الموضوع وارتحنا حلو، ما ارتحنا يصير في قطع العلاقة بشكل نهائي، لأنه العلاقات المؤذية هذه مشكلة يعني ومصيبة يعني في الحياة. فالإنسان ما يقدر يعيش مع العلاقات المؤذية، لأنه بيصل ضررها ليس للشخص فقط، إلى من يتبع هذا الشخص أو في محيط هذا الشخص، الانفجار. فخلاص يصير معناه هنا العلاقة دي ما تناسبني أساسا، فأقطعها من الجذور وخلاص يعني، وأبدأ بداية جديدة في حياتي. تمام. بشكر حضرتك جدا في النهاية الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري والتربوي واللايف كوتش، على هذا الطرح المميز، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بعلاقات اجتماعية صحية وصحيحة احنا نستفيد منها والآخرين كمان يستفيدوا منها، مش الاستفادة المادية بس، ولكن هي الاستفادة النفسية وإقامة علاقات اجتماعية حلوة، نكون سند لبعض في الدنيا ونقف جنب بعض في المواقف سواء الحلوة أو المواقف الصعبة المؤلمة. وبلاش تكون علاقتنا قائمة على مصالح فقط، احنا نقضي حوائج بعض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تكونش العلاقة قائمة على مصالح وفقط، تكون علاقة قائمة على علاقات إنسانية واجتماعية. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.